اللي بيعمله منتخب المغرب دوت مش طبيعي والله. منتخب المغرب الى دور الثمانية في كاس العالم للمرة الثانية على التوالي. منتخب المغرب بيثبت فعلا ان هو مش بيكسب بالصدفة، ولا ان هو بيوصل للليفلات ديت علشان هو محظوظ. منتخب المغرب بجد بقى انا بالنسبة لي هو من اقوى 5 منتخبات في العالم. منتخب المغرب في دور ال 16 عشان يتأهل لدور الثمانية ما بيكسبش بضربات الجزاء، وما بيكسبش واحد، وما بيكسبش اتنين، لا ده بيكسب 3-0 بأداء عالمي الشوط الثاني. منتخب المغرب الشوط الاول ما كانش افضل حاجه، ولكن عادي جدا لسه بيجس نبض المنتخب اللي قدامه اللي يعتبر بيلعب على ارضه. جزء من ماتشات البطوله بتكون مقامه في البلد عنده، فطبيعي يكون عليه اقبال رهيب للجمهور، يبقى عنده ثقه كبيره. فمنتخب المغرب لعب المباراه بشكل قوي جدا، لعب يحاول ان هو يعني يمسك نفسه في الخطوره بتاعت منتخب كندا اللي هتكون موجوده في الشوط الاول، ونزل الشوط الثاني لعب باقوى هجوم عنده، قدر مش يسجل النجول ولا اتنين، لا ده سجل 3 اجوان وبيوصل لدور الثمانية في كاس العالم. ألف مليون مبروك للشعب المغربي، ومبروك لمنتخب المغرب على الأداء وعلى الرجولة وعلى المستوى الخرافي اللي وصلوا. وكل التوفيق الماتش الجاي لمنتخب المغرب، أعتقد هيلاعب فرنسا، فبجد هيكون ماتش صعب جدا، ولكن كلنا ثقة في منتخب المغرب إن شاء الله يقدر يعمل نتيجة إيجابية. تاخد واحدة إثارة جدل، المغرب بطل كاس عالم 2026. لا 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 اسمع بقى من دي، اسمع بس، اسمع. البطل بتاع كاس العالم السنه دي المغرب. بيلعبوا كندا، بيلعبوا اللي بيلعبوه. المغرب جامده 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 جامده. خش في الكادر. منتخب مصر بطل كاس العالم. متبقي للمغرب مباراة واحدة بس في كأس العالم 2026، لأن الخصم القادم فرنسا، ومن 7 المستحيلات الفوز على فرنسا. ولكن لو فعلتها المغرب وفازت على فرنسا ده هيكون مهر كأس العالم، لأني ما استبعدش نهائيا بعدها إن المغرب تفوز بكأس العالم. صواريخ أناحي حسمت مباراة المغرب ضد كندا، ده عنوان المباراة. بيسجل هدفين بصواريخه المعتاد. اسماعيل صباري من أكتر الحاجات اللي زعلتنا النهارده إصابته، تحس إن هو اتحسد، تحس إن دي كانت عين، لأن بعد ما أعلن انضمامه للبايرن بيتصاب النهارده. كل السلامات والدعم لإسماعيل صباري. شخصية وهوية وخبرة في مباريات كأس العالم. خروج المغرب، لو مدرب غير الوهبي يروح، لو منتخب غير المغرب يروح، لو حارس غير بونو يروح. مع ان انا واثق ان اللاعب البديل زي اللاعب الاساسي في المنتخب المغربي. هؤلاء المغاربة يخططون بشدة لخطف لقب كأس العالم. دي مش نكتة، ده واقع بنعيشه. اي حد ينكر الواقع ده مدلس. مهم جدا. كندا اقوى من هولندا. ليه؟ لان كندا اتفرج على المغرب وهولندا وشافوا اللي عمله منتخب مغربي في هولندا، فنزل ضغط شراسة، مش سايب الكورة للمغرب، ضغط عالي، التحامات قوية، والحكم واقف في سوق خضار عمال يوزع انذارات بدون اي داعي، حجم لعيبة المغرب. واللي حصل خروج الصباري للإصابة، ألف سلامة عليه. بس اللاعب البديل هو حاضر ذهنيا، سفيان رحيمي. إبراهيم دياز مكسب كبير جدا 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 النهاردة، لأن هو بدأ يلعب السهل. إبراهيم دياز بدأ يلعب السهل مش الصعب، وده مهم جدا. أناحي تحس إن هو الكورة فيها حرير في رجله بجد. السهل الممتنع، 10 من 10 بأقل مجهود. أقل مجهود لأناحي، ده أقل مجهود لأناحي. شوط أول بونو عظيم، الكرات العالية والدفاع، وكندا بتلعب كور ثابته وكور عرضيه. صلابه الدفاع في الشوط الاول وبونو صحيين، لان جول كندا هيرجعوا يناموا في الدفاع ويركنوا الاتوبيس، والسواق ينزل يخش الحمام، يكون الماتش خلص وباي باي المغرب. ولكن قوه المدرب، هنجيب فاول وهنجيب كرات ثابته ونستغلها. سجلنا، يلا نرجع نقف ورا او يلا ندافع ونلعب على التحولات، وهدفين وخلاص الدنيا اتسهلت، لان في مدرب صاحي. تغييرات محترمة، مهم جدا يبقى المدرب بيعمل تغييرات بترفع من مستوى الفرقة. مهم جدا تظهر العين الحمراء الشوط الثاني، لان كندا لم تستغل اي شيء عملته في الشوط الاول، لان ده اكتر حاجة ممكن يعملوها.
ولكن المغرب وسقف الطموح والشخصيه في ارض الملعب والعنجهيه وان ده مش اللي احنا عايزينه، احنا عايزين اكتر من كده. ديما مغرب، لايك وشير وفولو، بنزلكم تاني، سلام. هو ايه اللي بتعمله المغرب في كاس العالم ده؟ تخيل معايا ان ابراهيم دياز وصل ل4 تمريرات حاسمه في كاس العالم، ورسميا المغرب اول فريق يوصل لدور ال8 في كاس العالم بعد ما افتروا على كندا بثلاثيه. كندا وينا كسرنا عينا حتى ما يمكنش باقي الربع والنصف النهائي الا غير اراو لينا داك الكاس. جيبوا لينا دابا ديك فرنسا ولا الارجنتين ثم اراو لينا داك الكاس. الكاس مغربي حتى ما يمكنش الاداء خرافي، حيدوا عليه صافي. ما يمكنش المغرب، ما يمكنش. هو في ايه يا جماعه؟ في ايه بجد والله؟ يعني ايه اللي بيحصل ده؟ مش طبيعي. اللي بيعمله منتخب المغرب مش طبيعي. استنى يا عم عصام، استنى يا عم عصام، يعني انت وشك فقر على كل المنتخبات العربيه، وعلقت للمنتخب العراقي في ال3 ماتشات بتوعه شالوا سكورات، علقت المنتخب تونس شالوا سكورات، علقت لجميع المنتخبات العربيه كلها خسرت. النحس بتاعك يا اخويا اتفك النهارده على وش المنتخب المغربي. ومنتخب المغربي ماله؟ يابا المكسب هات وخد. المكسب هات وخد، يعني المكسب ده مناوله مش مقاوله. انت كده واخد المكاسب كلها مقاوله. يعني في ناس قاعده مستنيه عايزه تحفل على حضرتك، انت دلوقتي هتخليها تخش تنام. يعني انا هعمل الفيديو ده واخش انام بجد، لان اللي بيحصل مش طبيعي والله ما طبيعي. يعني كندا نازله الشوط الاول زنقه المنتخب المغربي زنقه وحشه. يعني الشوط الاول كندا تحط لها 3-4 تجوان وقلنا خلاص منتخب المغرب انهار. الشوط الثاني بيرجعوا يسجلوا الاول ويسجلوا الثاني، بيسجلوا الاول وبيسجلوا الثاني. وكندا يعني منتخب حلو، يعني مش وحش بامانه الله. انا بتكلم بامانه الله. جماعه جيبوا كاس العالم ادوه لمنتخب المغرب ونريح دماغنا، والله نريح دماغنا. ما هو بالمستوى ده ما حدش هيكسبهم ما شاء الله. يعني انا قاعد يعني عمال اقول يلا بقى اخلصوا بقى اخلصوا. انا روحي طلعت، انا روحي طلعت. ولكن يا جماعه في النهايه نقول كلمه الحق، منتخب المغرب منتخب منظم ما شاء الله عليه، بيعرف يرجع. كان عنده بعض الاخطاء في الشوط الاول ولكن قدر يعالجها في الشوط الثاني، عشان كده قدر ان هو يكسب ويستحق الفوز عن جدارة واستحقاق، واحنا نخش النهائي. المغرب اول المتاهلين الى ربع نهائي كاس العالم، ومو بهدف ولا هدفين بالثلاثه. والله ورفعت راسنا يا المغرب وناحي لاعب عالمي اليوم سجل هدفين وكل هدف اجمل من الثاني. تسديداته ولا اروع يا جماعه ما شاء الله عليه. واللي صنع له الاهداف اليوم حكيمي وابراهيم دياز، لان ابراهيم دياز ايضا صنع الهدف الثالث لرحيمي. بونو طبعا لازم يحط له بصمه، واليوم تصدى لاكثر من هدف محقق. على العموم المغرب الان تنتظر الفوز من مباراه فرنسا والباراغواي. بعد ساعات قليله راح نعرف من سيكون خصم المغرب، راح اغطي لك كل شيء اول باول، فتاكد انك متابع الحساب. الف مبروك للمغرب والف مبروك لنا جميعا تأهل المغرب. صدقني صعب جدا على منتخبات كتير انه يلعب اول 45 دقيقة بشكل سيء وبعدين في الشوط الثاني يكسب 3 مستريح وهو سايب ايده. النهارده المنتخب المغربي في الشوط الاولاني وكأن اللعيبه شاربه 7 كوبايات تاي بسكر زياده وما انتش عارف في ايه. تشوف الشوط الاول تقول المغرب غادي يدوخنا، تشوف الشوط الثاني تقول ايش هذا الرعب، ايش هذا التوحش. شفنا النهارده الشوط الاولاني المنتخب المغربي قدام كندا، ده الشوط ده دخل التاريخ يا شباب، شوط دخل التاريخ. شفنا في الشوط الاولاني الانذارات كانت اكتر من التسديدات، يعني الحكم اشتغل اكتر من الحراس، 6 انذارات و5 تسديدات. لو وصلت معانا لحد هنا ما تنساش الاشتراك في القناه وتفعيل جرس الجرس عشان يوصلك كل جديد، ومع السلامه.